أنا جوزي أنا متجوزة وعندي بنت عندها 3 سنين. علاقتي بجوزي زي أي اتنين، أوقات تبقى كويسة وأحيانا يحصل بينا مشاكل وخلافات بسبب ظروف الحياة الطبيعية. المشكلة إن أمي اللي تعبت وضحت كتير طول الوقت بتطالبني برد تضحيتها على حساب بيتي وجوزي وبنتي. أمي اتطلقت من أبويا وأنا لسه عندي 4 سنين. رفضت الجواز عشان خاطر ما تجيبليش جوز وعاشت كل حياتها عشاني أنا، بين دروسي وتدريباتي والنادي والكورسات لحد ما جوزتني. وفي الوقت ده أبويا ما كانش يعرف عننا أي حاجة خالص. دلوقتي هي عايشة معايا ومع جوزي، كتير بحس إنها بتغير عليا منه لو اهتميت بجوزي، وبتقولي أنا وبنتك أهم منه. ودايما بتحاول تكرر لي كل حاجة في حياتي، لدرجة إن جوزي زهق لأنه مضطر كل مرة ياخد موافقة أمي في أي حاجة إحنا عايزين نعملها. والشهادة لله هو بيحاول كتير يرضيها عشان خاطري، لكن هي مش بتعامله كويس، ودايما تقولي هو شخص غريب وسطنا. لحد لما حصلت مشكلة بسيطة على سفر المصيف، هو ظروفه ما تسمحش إننا نسافر. فوجئت إن هي حجزت مصيف ليا أنا وهي وبنتي، وجوزي لأ. وهو قال لي أنا مش قادر أكمل بالشكل ده، وهي بتشجعني على الطلاق، وأنا مش عاوزة أكرر نفس التجربة تاني وأتطلق عشان خاطر بنتي. وفي نفس الوقت مش عاوزة أزعل أمي ويكون رد الجميل ليها إني أعصيها. أنا في مشكلة كبيرة جدا ومش عارفة أتصرف إزاي، قولولي إيه الحل؟ مشكلة كبيرة الحقيقة، أنا مشفقة عليها جدا، بين طرفين، أهم طرفين ممكن يكونوا موجودين في الحياة، الأم والزوج. تتصرف إزاي؟ هو لازم الأم دي حد يفوقها، وإلا هتتسبب في خراب بيت بنتها وهتشيل ذنبها. هتشيل ذنبها. أولا هي ارتبطت ببنتها طبعا، تقريبا أفنت حياتها كلها عشان البنت. فدلوقتي هتفضل كده الزوج هو عقدتها، كل ما تشوف بنتها حاسه انه شاركها بالضبط كده. فاذا هو امر هي لازم حد يقول لها عيب، كملي جميلك للاخر، غلط اللي انت بتعمليه، سيبي بنتك تسعد، انت اديتي رسالتك، كملي رسالتك لحد الاخر. افرحي مع بنتك لما تشوفيها فرحانه بزوجها، لما تشوفيها مستقره، خليها سعيده، بدل ما تدوق نفس الكاس اللي انت دقتيه. فده امر نفسي على فكره، ان انا اكاد اقول يعني بدون مبالغه دي هتحتاج جلسه نفسيه. لان هي عندها الان عقده، مش قادره تشوف بنتها ابدا بتهتم بحد تاني، ده هي عايزه كل اهتمامها يكون للانسانه اللي هي افنت حياتها عشانها. فده طبعا غلط، لان احنا مهما نقدم لاولادنا، احنا في الاخر عايزين نشوف اولادنا مستقرين سعداء. مش هيردوا لنا احنا الجميل، ممكن هيكتفوا بالزياره يعني بالدعاء. الام لما بتقعد ما بتتجوز عشان خاطر تربي اولادها، ده اختيارها هي، هم ما طلبوش منها ده بالضبط. فما تدفعش البنت ثمن ان هي عاشت عشان تربيها، لان هو ده دورك على فكره، وانت لازم تعيشي عشان تربيها، ما عملتيش حاجه زياده. هو كانه ده هيبقى من، بس بصوره غير مباشره. بالظبط. ان انا عملت لك وعملت لك وعملت لك، هي مش هتقول كده، بس هتبتدي تخرب عليها الحياه بتاعتها اللي هي مستقره. فرجاء الام ديت لو بتسمعنا، ولا البنت تحاول تخلي حد يكلم والدتها ان هي ترجع لعقلها ورشدها كويس، وتعرف ان سعادتها تكمل في استقرار حياه بنتها. طبعا.